أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بيقولوا البانيه بقى ب200 جنيه أو تقريبا ب230، ولا يهمك، هتعملي أجمل بانيه لولادك ب15 جنيه أو 20 جنيه بالكتير. قبل ما نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عطر بذكر الله. اهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. شايفين السندوتشات الجميلة دي؟ السندوتشات دي المكون اللي فيها مش هيكلفك 15 جنيه او 20 جنيه بالكتير. شايفين بقى الجمال؟ منونة بقى هي اللي بتجهز السندوتشات اهي، وبتحط صوص البرجر وصوص الشيدر. والوصفة دي هتعجب ولادك جدا، هتعجبهم قوي. والسندوتشات دي او البانيه ده معمول بمكون مش هيخطر على بالك خالص. قريب قوي قوي لطعم البانيه الفراخ. مش هقولك طعمه هو بس قريب له قوي. وانا قبل كده عملت لكم برجر اللحمة بالقشطة وبرجر السجق، والاتنين كانوا اجمل من بعض. وبرجر اللحمة ده تحفة. هحط لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. ويلا بينا بقى نشوف الوصفة الجميلة دي اتعملت ازاي. البانيه وهو لسه قبل ما نحطه في السندوتشات بعد ما اتقلى. والبطل بتاع الوصفة بتاعتنا القلقاسة الجميلة اللي قدامكم دي. تخيلوا بقى ان البانيه ده معمول من القلقاس، وطعمه مش باين خالص. انا عملته وبعد ما الولاد اكلوه بسألهم بيقولوا لي الله يا ماما ده جميل قوي، ايه ده؟ ما بقوش مصدقين ان ده قلقاس. والقلقاسه الصغننه دي برضو عملتها، كانت كمالة ميزان. وعايزه اقولك بقى ما تشتريش القلقاسه الضخمه دي، عشان تعرفي تمسكيها في ايدك تقشريها تتحكمي فيها زي البطاطسايه كده، وتقدري تقطعيها شرايح زي ما انت شايفه. شايفين انا قشرت القلقاسه وقطعتها شرايح، وانا بقطعها كنت بمسحها بمناديل المطبخ عشان اللزوجة اللي بتبقى في القلقاس. شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ هو ده السمك اللي احنا عايزينه. تمام كده. يلا بينا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. انا غليت مية وحطيت معلقة صغيرة مليانة ملح. ولما المية تغلي قوي، المية لما تغلي قوي انزل بقى بالقلقاس. يعني يا دوبك 3 4 دقايق، انا عايزاها نص تسوية. وهي بقى بتغلي كده كل الابيض ده، دي اللزوجة اللي في القلقاس بقت تنزل اهي. والقلقاس بتاعي اتسلق نص سلقة او 3/4، عشان لو زاد في التسوية هيتكسر منك مش هينفع. وبعد بقى ما طلع، انا يعني بالامانة ما شطفتهوش، انا مسحته كده برضو بالمناديل، وهو بينشف ومش بيبان خالص. يعني ما تتعبيش نفسك زيادة بقى وتغسليه وتضطري تصفيه، مفيش داعي. وهنا بقى اول التجهيزات، حطيت معلقتين كبار دقيق ومعلقتين كبار نشا وميه، بس كده. لا هنحط لا لبن ولا بيض ولا اي حاجه. وضروري يعني نخلي القوام مش سايل قوي زي الميه، يعني يكون يعني تقيل كده حبه صغيرين، عشان يمسك على البانيه بتاعنا او القلقاس بتاعنا. والخلطة دي السايلة دي حطيت عليها فلفل اسود وملح، رشتين كده فلفل اسود وملح. وهنا بقى الكفر بتاع البانيه، حطيت الكريسبي. عارفين الكريسبي اللي هو بيتباع بالكيلو ده؟ حطيت كريسبي وحطيت بقسماط. كلنا عارفين البقسماط الناعم. ونزلت عليه بشوية فيجيتار. عايزة تحطي فيجيتار حطي، يعني ما عندكيش ما تشتريش وتكلفي نفسك. يعني المواضيع دلوقتي ما بقتش محتاجة مصاريف ولا تكلفة. والكريسب ده احيانا بيتباع بيبقى خشن كده، حبيبات كبيرة شوية. اعمليه في مطحنة الخلاط هيديك القوام الناعم ده. وقلبتهم بقى ببعض الخلطة بتاعت الكفر، اقلبها حلوة قوي ببعضها.
واجي بقى لأهم خطوة، وهي تتبيلة البانيه. تتبيلة البانيه عبارة عن معلقة صغيرة من كل حاجة، عايزة تزودي زودي. أنا عاملة كمية على بعضها وحطها في برطمان. عايزة تزودي بس مقادير متساوية، تحطي معلقة تحطي معلقتين على قد الكمية اللي انت هتعمليها. معلقة توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، ملح، بابريكا، بهارات فراخ لو موجودة عندك، كاري. هي دي كل المكونات. وبالأمانة بهارات الفراخ بتظبط الطعم قوي، بتديها تيست عالي قوي. وابتدي بقى اتبل الشرايح القلقاس اللي عندي من فوق ومن تحت. انا رشتها على الناحيتين. هي دي سر التتبيلة وسر الطعم الرائع اللي بيبقى في البانيه. واجي بقى انزل بقى ايه بالقلقاس كده بعد ما اتبل، انزل بيه كده واصفيه حلو قوي. انا استخدمت المعلقة دي عشان ايه يتصفى. واجي بقى اقلبه كده. انا هحاول يعني ان انا ايه ما احطش ايدي فيه عشان ايه, ما يعني قد ايه بتتبهدل وبيعمل تكتلات وكده. وطلعته اهو بالشوكة. تمام كده. نعمل واحدة كمان، واحدة تاني اصفيها حلوة اهو، واقلبها كده بالراحة. يعني تحاولي ايه ما تبهدليش ايدك. واطلعها بالشوكة كده. خلاص شايفين بقى الخطوات بسيطة قد ايه ومش مكلفة خالص. ولا حطينا لبن ولا بيض. البيض بيقعد يعمل رغاوي في القلية وبيبقى موضوع. وكده بعد ما عملنا الكفر بتاع البانيه ممكن يتفرز على كده. يعني لو انت عاملة كمية كبيرة وهيفيد منك، فرزيه بيقعد في الفريزر وتطلعيه تاني تقليه، مفيش اي مشكلة. جيت هنا بقى سخنت زيت. على فكرة الزيت لونه احمر من البابريكا، لان ولادي عملوا دور قبل ما انا اصور لكم. هو الوصفة دي جميلة قوي، بيحبوها قوي، ولادي بيموتوا فيها. فعملوا دور وبالهنا والشفا اكلوه. ابتدي بقى اقلي كده. هو طبعا القلقاس مستوي نص سوا او 3/4 سوا، فمش هنضطر بقى يعني نقول ايه نسويه. ويعني بقى ايه لما يسخن قوي كده في الزيت، خلي النار متوسطة عشان كده ياخد ايه لون حلو عشان ما يتلسعش. وفعلا اهو ابتدى اهو يتحمر. شايفين لونه جميل ازاي؟ اللون الذهبي الجميل اهو. واطلعه بقى كده اصفيه كده حلو قوي. وتلاحظوا ان الكفر ثابت مش بيتحرك. في بعض انواع بانيه لما بنيجي نقليها او الكوردون بلو، لو مسكناه بالمسكه دي الكفر بيتشال منها على طول. لا، النهارده شايفين عامله ازاي الوصفه، عامله ازاي ماسك عليها الكفر وزي الفل، مفيش اي مشكله. وشايفين القلقاسية الصغنونة اللي في النص دي، الكتكوتة الصغننة دي اهي. واجي برضو ايه احط تاني، اكمل المكان الفاضي عشان ما ناخدش وقت. وابتدي برضو ايه اطلع اللي اتحمر. وكان عندي قلقاسة كبيرة رحت قسمها بالنص زي ما انا عملتها لكم في وصفة القلقاس عشان اعرف اقشرها. ودي بقى ايه بعمله صوابع عريضة شوية وبحشيها في العيش الفينو. العيش الفينو مش محتاج الدواير دي. يعني انا بعمل بالزيادة وبفرز، مش هكذب عليه. بينفعني بقى يوم ما عنديش اكل كده، واروح عاملة سندوتشات للولاد. وبقى الكابوتشا والطماطم مش لازم الصوصات الغالية ده، هي كانت عندي عشان منا. انما حطي مايونيز اللي هو الباكيتات الصغيرة، حطي كاتشب، مفيش اي مشكلة. بس الصوصات دي بالامانة بتحل طعمه، اللي هو الكاتشب والمايونيز والحاجات دي. وادي بقى السندوتشات بتاعتي اتعملت. بجد الوصفة دي هايلة هايلة هايلة. ان شاء الله هتعجبكم قوي، جربوها. وما تقولوش لحد ان انتوا عاملينها بالقلقاس. وشوفوا رأيهم ايه ان شاء الله هتعجبهم قوي. استودعكم الله، واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.